في شخص واحد غير مجرى التاريخ في لحظة حاسمة، شخص قرر يقاتل عشان الأمة ما تنهارش، وبدون تردد رفع سيف وقتل نبي. لكن مش أي نبي، ده كان مدعي النبوة اللي فتن اليمن وأوشك يقسمها نصين. هات مخك وتعالى نعرف حكاية الصحابي فيروز الديلمي، العبد الصالح اللي النبي بنفسه مدحه. نرجع لأصل الحكاية، هو مين الصحابي ده؟ فيروز الديلمي صحابي يمني أسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل اليمنيين اللي دخلوا الإسلام عن اقتناع. اليمن وقتها كانت مزيج، ناس لسه على المجوسية وناس اتنصرت وناس لسه بتعبد الأصنام، وفي وسط كل ده جاء الإسلام وأشرق نور جديد في قلب فيروز. لكن النور ده هيواجه عتمة سريعة جدا. ظهرت فتنة خطيرة في اليمن قبل وفاة النبي بأيام. كان في واحد أخطر من مسيلمة الكذاب، اسمه الأسود العنسي، ساحر دجال ضخم الجسد، صوته مرعب وشكله غريب. ادعى النبوة وقال للناس أنا نبي يوحى إلي، وكان بيستخدم السحر والشعوذة، وعنده كاريزما مرعبة بتسيطر على العقول. الراجل ده قدر يسيطر على صنعاء، وساعتها يا صديقي قتل الوالي المسلم اليمني بنفسه وطرد الصحابة ونشر الرعب بين الناس. بعض القبائل صدقته وبعضها خافت تسكت، وفجأة اليمن كلها كانت على وشك الخروج من الإسلام. وهنا وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان رده حاسم، أمر الصحابة في اليمن بالقضاء عليه. وهنا ظهر فيروز شاف إن الكلام مش هينفع، وإن الفتنة دي مش هتقف غير بالفعل، فجمع معاه 2 من أقوى الرجال في اليمن، قيس بن مكشوح اللي كان انضم أصلا للأسود وبعد كده اتقلب عليه. واتفقوا يا صديقي على خطة سرية وخطيرة جدا، إن هم يدخلوا قصر العنسي ويوهموه إنهم معاه ويستنوا اللحظة المناسبة. وفعلا وصلوا للقصر ولقوا فرصة ذهبية، إن زوجته اللي هي اسمها أزاد كانت كارهة جدا العنسي وكانت كارهة جبروته، فساعدتهم وخلتهم يدخلوا عليه في عز الليل وهو نايم في غرفته. وهنا اللحظة اللي غيرت تاريخ اليمن. فيروز رفع سيفه وقتله بضربة واحدة، وبكده انتهت الفتنة دي. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الخبر ان الأسود العنسي اتقتل، وفي الصباح قال لأصحابه قتلوا العبد الصالح فيروز. تخيل النبي بنفسه بيوصفه بالعبد الصالح. الكلمة دي مش بسيطة، دي شهادة من النبي ان اللي عمله فيروز كان جهاد وحق وواجب. فيروز الديلمي مش بس بطل، هو شخص فهم ان في لحظات لازم تاخد موقف وإلا تنهار كل حاجة، ان في اوقات ما ينفعش فيها الصمت ولا التردد، وان الفتنة لو ما اتقطعتش من جذورها بتتحول لطوفان. عشان كده لما تسمع عن الصحابي اللي قتل مدعي النبوة افتكر ده مش مجرد سيف، ده عقل، إيمان وجرأة في وقت الكل كان فيه ساكت. ولو انت يا صديقي وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني باشتراكك في القناة وتعمل لايك عشان تخلي الفيديو ينتشر للناس. كان معك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.